مساء الخير، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تكونوا بخير. معانا النهارده كيكه من الكيكات اللذيذه جدا جدا والسهله في عمايلها، واللي انا على طول بحب اعملها في البيت حقيقي من طعمتها. كيكه السويس رول كيكه هشه وخفيفه وعمايلها سهله جدا. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدا الوصفه، انا ولاء السعيد ودي قناتي. لو اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا لايك للفيديو عشان يترفع ويشوفوا اكبر عدد من الناس. ودلوقتي تعالوا نشوف هنعمل الكيكة القمر دي ازاي. هنحتاج عشان نعملها 6 بيضات، هنفصلهم البياض لوحده والصفار لوحده. هنضرب البياض في طبق او في وعاء يكون ناشف جدا مفيهوش اي مية خالص. طبعا هنحط البياض على الفانيليا وهنفضل نضرب فيه لحد ما نوصل لحالة المارينج اللي هو يبقى عامل زي الفوم ابيض كده وتقيل. واحنا بنضرب البياض هنضيف السكر تدريجيا، هنحط الاول نص كمية السكر ونخفق البياض، وبعد كده نحط باقي كمية السكر ونستمر في الخفق لحد ما يتقل معانا قوام بياض البيض. ده الشكل اللي انا عايزاه للبياض. شايفين ازاي القوام بقى تقيل ولونه فاتح كده؟ بياض البيض بقى تمام معانا. هنضيف بقى صفار ال6 بيضات وعليهم 60 ملي حليب بارد و60 ملي زيت ونخفقهم مع بعض. انا في الخطوة دي مش عايزة ادي الصفار هوا معايا ولا الحجم بتاعه هيعلى ولا حاجة، بس يختلط مع الحليب والزيت وكده يبقى صفار البيض جاهز. هنضيف خليط صفار البيض فوق البياض وهنبدأ نحضر خليط الدقيق. هنحتاج لخليط الدقيق 100 جرام دقيق و20 جرام كاكاو خام ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. انا هنا هعمل الكيكة بالشوكولاتة عشان كده ضفت الكاكاو. لو حابين تعملوها بيضة او بالفانيليا هنضيف 120 جرام دقيق، يعني 100 جرام دقيق وبدل 20 جرام كاكاو هنحطهم دقيق. هنضيف كمان نص معلقة صغيرة بيكنج باودر او هو ما يعادل 5 جرام. هنخلط خليط الدقيق ده مع بعض وهننزله تدريجيا فوق خليط البيض ونقلب بالراحة جدا علشان انا مش عايزة الهواء اللي دخلته جوه البيض يخرج فتفضل الكيكة هشة وخفيفة معانا. فهنقلب بالراحة جدا لحد ما خليط البيض يتشرب الدقيق فقط لا غير، مش هنقلب اكتر من كده. طبعا انا هنا مسرعة الفيديو علشان وقت الفيديو ما يكونش طويل، لكن المفروض التقليب بيكون تقليب خفيف وبالراحة جدا عشان احافظ على الحجم اللي انا اديته لخليط البيض. هنضيف خليط الكيك في صينية تكون مبطنة بورق زبدة بالشكل ده وهنسويه علشان يكون حرف الكيكة متساوي من كل الجوانب. الصينية اللي انا استخدمتها هنا هي صينية كيكة السويس رول، مقاسها تقريبا 25 في 40. هي صينية مستطيلة مقاسها 25 في 40. هنخبط الكيكة على الترابيزة عندنا او على الرخامة بالشكل ده علشان لو في اي فقاقيع هوا زيادة تطلع، وبعد كده هندخلها فرن سخن على درجة حرارة 150 لمدة 10 دقايق او ربع ساعة على حسب الفرن بتاعكم. ودلوقتي بعد ما طلعت من الفرن هنقلبها على ورق زبدة تاني. ده شكل الصينية اللي انا استخدمتها، هنقلبها على ورق زبدة تاني ونسيبها لما تبرد تماما. بعد ما الكيكة بردت تماما هنحشيها بالحشو اللي انتوا تحبوه، ممكن كريم شانتيه او مربى او حتى شوكولاتة نوتيلا ضاربينها بالشوكة كده عشان تبقى ناعمة معانا. انا هنا هحشيها كريم شانتيه وهحشيها كمان بفاكهة من جواها، هحط فراولة متقطعة. وزي ما قلت لكم انتوا ممكن تحشوها مربى او تحشوها نوتيلا وبندق، بتكون لذيذة جدا. هنلف الكيكة بالراحة بالشكل ده ونخلي بالنا واحنا بنلفها نبرم بالراحة وما نضغطش عليها عشان ما تتهريش معانا.
دي الكيكة بعد ما لفيناها هنحطها على الصينية وندخلها التلاجة لمدة ساعتين علشان تمسك والكريم شانتيه يمسك. دي بعد ما طلعت من التلاجة هنزينها بالشكل اللي نحبه، ممكن نرش عليها سكر بودرة زي ما انتوا شايفين زي ما انا بعمل كده، او نغطيها بالكريم شانتيه. انا هكتفي ان انا ارش عليها سكر بودرة وازينها بصوص الشوكولاتة ووردات الكريم شانتيه. انتوا ممكن تغطوها بالكامل بالكريم شانتيه او تزينوها بصوص الشوكولاتة، او حتى تقدموها زي ما هي كده بيبقى طعمها تحفة. يعني هي حقيقي ما بتبقاش محتاجة اي حاجة. بعد ما نزينها كده تبقى الوصفة خلصت، تقدروا تحطوها في التلاجة علشان تسقع وتقدموها بألف هنا وشفا. أتمنى تجربوها بطريقتي وأتمنى انها تعجبكم. مستنية رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تتابعوني عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة.